السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايب قلبي، يسعد صباحكم. احنا اليوم الصبح يسعد صباحكم، يبارك فيكم، يبارك في أحبابكم، يبارك في كل شيء، ويجعله يا ربي صباح سعيد مبارك عليكم كل هيدكم بإذن الله. وعلى حبايباتنا الثلاث أخوات اللي من الأردن، الله يرحم والديهن، هن قالن هذه رحمة عن أبوهن وأمهن، الله يرحمهم ويبارك فيهم ويسكنهم فسيح جنانهم يا رب. يا ربي يجعلهم مثواهم الأخير هو الجنة إن شاء الله، ويلقوا أبوهم وأمهم إن شاء الله في الجنة بإذن الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، إحنا اليوم أول حالة في الفيديو الثاني اللي هي يمكن حتعرفوها من صورة أيلول، لأنه الفلوس ما جنش دغري، لأنه فلوس أيلول لسه للشهر الجاي، فإحنا بدنا نعطيها على سبة إنه البنت تصير تقف. أنا قبل هيك أديتها يعني اللي فيه النصيب عشان البنت تقدر تعلق، بس مجرد تعليق الحمد لله من أول إبرة البنت علقت، مش علقت وقفت لحالها، لا صارت تقف على الارض وتعلق على رجليها، مش تقف لحالها، لا مثلا حطوها على حيطه تعلق، بدت رجلها تدقر في الارض. فهمتوا علي؟ فالا في القبل بقت دغري البنت ترتخي. واحنا اليوم بدنا نساعدها اكثر، انه نعطيها اليوم ونبارك في ان شاء الله في لها في انه بنتها بدت ان شاء الله المرحله الاولى من حياتها، واحنا بنتمنى لها كل خير. هذا البوب الزغنون، بدناش نجيب وشه، هذا البوب الزغنون، هذا البوب الزغنون، بدناش نجيب وشه، هذا البوب الزغنون حبيب قلبنا، هذا البوب الزغنون. وهذول المصاري لإله ولأيلول تساعدها في شراء ان شاء الله الإبرة الثانية بعد أسبوعين بإذن الله. الإبرة الثانية بعد أسبوعين. وقفوها أيلول، شوفوها، نشوف أيلول، هي أيلول، ها شفتوا؟ ما كانت طلعوا الرأس بدت رجلها، هي كبيرة وبتفهم، ها شفتوا؟ ما كانتش تعلق التعليقة هذه التعليقة ما كانتش تعلقها بالمرة ما كانتش تعلقها، من أول مرة بدت تعلق، من أول مرة البنت هي الحمد لله بعد تقريبا اسبوع من اخذ الابره بدات تعلق. الابره الثانيه كمان اسبوعين ان شاء الله، ان شاء الله في ميزان حسناتكم، في ميزان حسناتكم، جزاكم الله كل خير. هذا بفضل من عند رب العالمين. في ناس قلت لكم ما رضيت تصور، لا هي ولا اولادها، بس هم محتاجينها ان شاء الله. ان شاء الله كل واحد بالصوره هذه حنضلنا ندعمه على طول عبال ما يصير احسن الناس بمعيتكم انتكم يا اخواني. يلا ننتقل على المرحلة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدم كلمة شكر وامتنان للداعمين لهذه المبادرة، لأنه هذه المبادرة كثير ساعدت أيلول من أول إبرة الحمد لله بدت البنت تعلق على رجليها، وبالذات إن في المبادرة هاد كمان إنه العلاج مش متوفر بشكل منيح في غزة، يعني بصعوبة لما لقينا الإبرة وبسعر غالي. وإن شاء الله كمان من فلوسها حكمل الشهر الجاي مع البنت، وإنه البنت تصير تعلق وحتشوفوها إن شاء الله في فيديوهات قادمة ان شاء الله، وهي بتمشي باذن الله. وكمان ان شاء الله كمان هذه الفلوس تساعدنا في شراء البامبرز في ظل غلاء سعر البامبرز بشكل غالي جدا. فاحنا بنقدم كلمه شكر وامتنان للداعمين في الاردن، للاخوات الداعمات في الاردن، يعني في مساهمتهم في هذه المبادره، والله يرحم والديهن
يا رب ويجعل مثواهم الجنة. وكمان بقدم كلمة شكر وامتنان جزيل للوسيلة للأخت الغالية أم حسان، لأنها كانت وسيلة إن في إنها تقدم الدعم لهذول الأطفال. وبقدم الشكر لقناة مملكة أم حسان، لأن هي كانت الفرصة الوحيدة لهذه البنت إنها في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الحرب اللي احنا بنمر فيه، إن هذه البنت إنها تقف على رجليها إن شاء الله وتمشي. وإن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون لأيلول وهي بتمشي إن شاء الله بإذن الله بإرادة ربنا. ومعانا الحالة ما يقارب السادسة، صورنا كم من حالة يا جماعة، ما رضيوش يطلعوا على الفيديوهات، قلنا خلاص مش مشكلة براحتكم، احنا بنصور هلا حالة السادسة تقريبا. هدول أطفال في خيمة هيهم زي ما انتم شايفين. احنا هدول قلنا الفلوس يا إما تاخذوا نايلون وتحطوه، يا إما تكسوا الأطفال، تغطوا خيمتكم يا بنايلون يا اما تكسوا الاطفال. احنا هم مخيرين، ايش اللي بشوفوه مناسب هم حرين. ما رضيناش نفرض عليكم نقول بدنا نجيب نايلون، كنا احنا بدنا نجيب فيه النايلون ونغطي، لكن لا، قلنا لا، الاطفال ابدا ممكن اي واحد يحط اي حاجه على صفه على خيمته حر. بس احنا قلنا لكم يا اما بتشتروا نايلون وبتحطوهن على على الخيم او الصفوف، يا اما بتشتروا لاولادكم او لاطفالكم اواعي للشتاء. واحنا هدول من اخوات من الاردن 3 هم بيطلبوا، بس حتى ما طلبوش رحمه، قالوا لي هدول رحمه عن ابونا وعن امنا، الله يرحم روحهم. ممكن تتفضل يا اخ ولا مش ممكن؟ ويبارك في الداعمات ويبارك في اهل الخير كلهم. امبارح ما قدرتش اصور انا يا بنات الفيديو هذا واكمله عشان كنا عاملين مبادره الميه. جبنا 3 كوب ميه، جبناها نوريتكم اياهم. الشباب هم اللي بيسوقوهم، ما فيش امكانيه، كل السيارات وهذا متعاقدات مع كذا مكان، ما قدرناش نوفر. وان شاء الله بكره كمان مره حنجيب الميه هذه ونعمل نفس الاشي. وبارك الله في الداعمين، والله يرحم والد البنات وامهن ال3 يا رب، الله يرحمهم وفي ميزان حسناتهم، وان شاء الله مثواهن الجنه باذن الله. تحيا ودوم. هذا يا اما بتشتري للاولاد يا اما احنا عارفين بيكفرنش، هم بيشوفوا ايش اللي ناقص عندهم وبيجيبوه، يا اما بتحطوا نايلون وبتكسوا خبزكم. وبارك الله فيكم، وان شاء الله ربنا برجعنا على بلادنا احسن من كل شيء ان شاء الله يا رب، نفتح المواصلات لرجوعنا على بلادنا. يلا حبايبي نشوف الحاله الاخيره. وهذه يا حبايب قلبي كمان حاله احنا دعمناهم قبل هيك، بس يعني الدعم ما كانش اللي هي للبسطة، بس احنا اليوم جايين عشان خاطر الاطفال. احنا بدنا نكسي الاطفال. انا عارف انهم اشتروا اغراض للبسطة عشان يمشوا امورهم، لانه ابو يامن مسؤول عن عيلة كبيرة، مسؤول عن اولاده ال2 ومرته وامه وابوه واخوه وخواته ال3، وكمان له اخ في السجن اخذوه هو جاي عن الطريق معاه، يعني عيلته كبيرة بقى، اخواته صبايا، عيلته كبيرة. فاحنا بنساعده قدر الامكان لابو يامن عشان ان يلبسوا هدول الاولاد الصغار الحلوين. كيف حالك يا ادم؟ بدك تفقع ماما؟ هي بدك تفقع ماما يا ادم؟ لا، قول ماما حبيبتي. طلع ايوه، طلع ايش عامل في شعره؟ قصص شعره وباقي بدي يهود على اخوي يبص شعر اخوه، بس الله اللي ستره. هذا فاكهة المدرسة يا جماعة الخير، كل المدرسة بتعضد فيه وبتاكل فيه. حبيب خاله ابو حسان هذا، ربنا يحفظه لاهله يا رب. ادم خذ يا ادم، هدول الك ولامين. الك وليامن. ايش بدك تشتري فيها؟ ايش بدك تشتري فيها؟ بنطلون. ايش بدك تشتري؟ بنطلون. أواعي لإيش؟ لإيش؟ للشتاء. الله يسعدكم يا حبايب قلبي، الله يسعدكم حبايب قلبي. ما تنسوش هذه رحمة ونور عن
والد ووالدة البنات الثلاثة حبيبات قلبنا، يسعد قلبن يسعد قلبن البنات الثلاثة اللي من الأردن، يسعد قلبن. هذه للثالثة يسعد قلبن حبيباتي، يا رب ينولهن كل الخير ويجعل أبوهن وأمهن رحمة ونور عليهم يا رب، يا رب ينور قبورهم عليهم يا ربي، الرحمة هذه يا رب تنور قبورهم عليهم يا رب. حبيبات قلب الله يرحمهم الله يرحمهم. ممكن تقولي كلمة يا أم يامن؟ بشكر ام حسن وكل الداعمين اللي عندها على القناه انهم تبرعوا لاطفال مدرستنا في كسوه ملابس شتويه، واحنا بنشكركم كثير لانه كل الاطفال محتاجين ملابس شتويه ان شاء الله. كتير. يعني هذا برضو يعني مش هالكم اللي يكفي كل الاطفال. يعني الاشي امبارح قلت لكم، مش امبارح، من قيمة اسبوع لما نزلت اقبض بدي اساعد لك بنتي روز ترنج، بقول لي 200 شيكل. طب ايش بدي اجيب لها ترنج ولا بنطلون ولا بلوزه ولا لا مؤاخذه اسم الله على مقام كوبوت لرجلها، الله يعزكم. يعني حاجه بسيطه هدهولك. ماشي حبايب قلبي، بتمنى لكم كل خير وشكرا لكل الداعمين. وما تنسوش قناه مملكه ام حسان ويوميات احفاد ام حسان وقناه يوميات ام يامن الفلسطينيه حبايب قلبي، عشان تساعدوا اكبر قدر ممكن. حبايب قلبي اودعتكم في امان الله، وشكرا شكرا شكرا لكل الداعمين. اللايك والشير. وبدنا يا حبايب قلبي ما تنسونيش من السبسكرايب ومن اللايكات ومن الشير ومن المشاهده للاخر والاعلانات يا روحي. يسعد قلبكم يسعد قلبكم يا حبايب قلبي، يا رب يبارك فيكم، يبارك في كل الداعمين وفي كل المشتركين وفي كل الناس. مع الف سلامه حبايب قلبي.